وقبل ما نبدأ قصتنا هنصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مالك يا حبيبتي زعلانة ليه كده؟ يعني مش عارفة يا ماما. هو ليه سابني يا ماما؟ ليه؟ والله ما عارفة يا بنتي أقولك إيه، بس ده نصيب، وكل شيء مقدر ومقسوم، ومحدش عارف الخير فين. بس الخيانة وجعاني أوي يا ماما. صاحبتي صاحبتي اللي كنت بأمنها على سري هي اللي تعمل فيا كده. ده أنا كنت بعتبرها أختي وسري كله معاها، هي تطعني في ظهري كده. يا ما نصحتك يا حبيبتي، لكن انتي كنت بتثقي فيها ثقة عمياء، وادي النتيجة، خدت منك حب حياتك. أنا مقهورة أوي يا ماما، وقلبي وجعني أوي. سلامة قلبك يا ضنايا، ربنا يريح قلبك يا بنتي ويطيب خاطرك يا رب. وتاني يوم مروة راحت شغلها كعادتها، وهي داخلة قابلت معتصم قدام منها واتكلم وقال لها: ازيك يا مروة، عاملة ايه دلوقتي؟ طمنيني عليكي، يا رب تكوني احسن دلوقتي. الحمد لله احسن. ازيك انت يا معتصم، واخبارك ايه؟ انا تمام قوي مادام شفتك. نعم، اقصد يعني ان انا بخير الحمد لله. طبعا اذنك هدخل للمدير اشوفه عايزني في ايه. اه طبعا، اتفضلي. وسابته مروة ودخلت عند المدير، وهو اتكلم مع نفسه وقال: اه لو تحسي باللي جوايا ليكي، يا رب يا رب قرب بينا يا رب. وعند خطيبها كان قاعد في كافيه هو وصاحبتها اللي خانتها واخدته منها، واتكلم وقال لها: فستان ايه اللي عايزاه ابو 5000 جنيه ده؟ ليه؟ فستان مطرز باللؤلؤ واللولي، وبعدين ما انت لسه واخده مني 10 تلاف جنيه الاسبوع اللي فات علشان تجيبي هدية لصاحبتك. سمر اتكلمت مع نفسها وقالت: اعوذ بالله منك يا شيخ، هو انت ما بتنساش حاجة ابدا؟ امال غنى ايه وفلوس ايه اللي على قلبك قد كده؟ قال: وانا اللي افتكرت ان حرقت قلب مروة عليك واخدت العز منها. جاتك وكسة يا سمر، يا ريتك كنت سبتهولها تتهنى ببخله ده. ده طلع بخيل ايحة. وزين لاحظ سرحانها وسكوتها واتكلم وقال لها: سمر يا سمر، مالك رحتي فين كده؟ ها؟ لا ابدا يا حبيبي، مفيش حاجة، اديني معاك اهو. يا بيبي علشان خاطري انا وحياتي عندك، انا عايزة اجيب الفستان ده احضر بيه عيد ميلاد صاحبتي. يا سمر الشركة اليومين دول اسهمها في النازل وبخسر كتير قوي، والمفروض ان انت تحسي بده وتقفي جنبي. اه طبعا، اكيد هقف جنبك. طب يلا بقى، انا عايزة اروح علشان عندي صداع. الظهر كده ان الضغط عالي عليا. واخدها زين علشان يروحها، وطول الطريق وسمر بتلعن في حظها، وزين كمان حس بالفرق الشاسع اللي بينها وبين مروة خطيبته اللي سابها وفضل عليها سمر. وعند مروة كانت خلصت شغلها ومروحة هي وصاحبتها، ولقيت معتصم وقف قدام منهم واتكلم وقال: تعالوا اتفضلوا معايا اوصلكم بعربيتي بدل ما تتعبوا في المواصلات وزحمتها. ردت مروة عليه بسرعة وقالت: لا، ملهوش لزوم نتعبك معانا، اتفضل انت روح. لا مفيش تعب ولا حاجة، اتفضلوا. لا معلش عن اذنك. ومروة سحبت نسرين من ايديها ومشيوا من غير حتى ما تدي فرصة لمعتصم ان هو يرد عليها. وبعد ما مروة ونسرين مشيوا وركبوا، نسرين قالت لها: ليه يا مروة عملتيه بالقسوة دي؟ معتصم ما يستاهلش منك كده، معتصم بيحبك على فكرة. بيحبني؟ بيحبني ايه بس يا نسرين؟ ما اعتقدش ان في حد بيحب بصدق النهاردة، وبعدين خلاص حرمت ومش عايزة اتجرح تاني.
مش معنى ان خطيبك طلع ندل وجبان ولافت عليه واحدة خاينة هو يستاهلها ان كل الناس يبقوا خاينين يا مروة. وبعدين على فكرة، معتصم شكله فعلا بيحبك، وبيحبك بصدق كمان، ومن زمان على فكرة، بس انت اللي ما كنتيش شايفة حبه ليكي ده، وده طبعا بسبب الزفت اللي اسمه زين. حبيبتي صدقيني، حاولي تدي لنفسك فرصة مع معتصم، وصدقيني أنا واثقة إنك مش هتندمي. أنا بحبك والله، وعايزة أشوفك سعيدة. عارفة والله، ومن غير ما تقولي، بس صدقيني أنا جوايا شرخ كبير قوي. سيب الأيام هي اللي تداويه. وعند معتصم كان في عربيته، واتضايق من مروة جدا. كان فاكر بعد ما بعدت عن زين إن هو هيكون عنده فرصة يقرب منها أكتر، ويصارحها بحبه ليها اللي كان جوه قلبه ليها. بس لما عرف إنها بتحب زين، اتمنى لها السعادة ومن جوه قلبه. ما هو اللي بيحب حد بيتمنى له السعادة حتى لو مع غيره. ومروة روحت لوالدتها وحكت لها على كل اللي حصل مع معتصم وكلام نسرين معاها، واتكلمت وقالت: وليه لأ يا حبيبتي، مش جايز هو العوض من ربنا. انسي يا حبيبتي اللي فات وامسحيه من حياتك، وابدأي صفحة جديدة. أنا نفسي يا بنتي أفرح بيكي. حاضر يا ست الكل، هحاول، وادعي لي انتي بس. ربنا يريح قلبك يا بنتي يا رب. طبعا إذنك بقى هدخل أنام، علشان عندنا حفلة بكرة في الشركة إن شاء الله، ولازم إن أنا أحضرها. وماله يا حبيبتي، احضريها وفكي عن نفسك كده وانبسطي. يلا يا حبيبتي، تصبحي على خير. وتاني يوم في الشركة كان زين هو كمان موجود في الحفلة دي. ما هي مروة اتعرفت عليه لما كان بيتردد كتير قوي على الشركة، لأن في تعامل ما بينهم وبين الشركة اللي بتشتغل فيها. وزين لما شافها وهي واقفة مع معتصم، الدم غلي في عروقه، وما دراش بنفسه غير وهو بيروح لها، واتكلم بغضب وقال لها: جرى ايه يا ست مروة؟ ايه اللي موقفك مع معتصم كده؟ اوام كده نسيتي اللي كان بينا ولفيتي على غيري؟ وقبل ما ترد عليه مروة، كان معتصم رد بغضب وقال له: جرى ايه يا زين؟ في ايه؟ انت مفيش حاجة بينك وبينها علشان تتكلم معاها بالاسلوب ده. انت كنت خاطبها وخلاص، سبتوا بعض، ومفيش اي صفة ليك في حياتها علشان تديك الحق انك تتكلم معاها بالاسلوب ده. مالكش دعوة انت يا معتصم، وبلاش تتدخل ما بيننا انا وهي هنرجع لبعض تاني. معتصم حس بقبضة في قلبه انها ممكن ترجع له تاني، لكن الحزن اللي حس بيه ده تلاشى تماما لما سمع مروة بترد وبتقوله: انت بتحلم يا زين، بتحلم ان انا ممكن ارجع لك تاني بعد اللي عملته فيا. انت صفحة قديمة ومسحتها من حياتي نهائي، وملكش اي حق انك تتدخل في حياتي، واول واخر مرة اسمح لك انك تتكلم معايا بالاسلوب ده. وروح لصاحبتي اللي بعتني علشانك. الخاين لا يؤتمن يا زين. مروة أرجوكي ممكن تديني فرصة تانية وتسمعيني؟ مروة كأنها ما سمعتش حاجة، ووجهت كلامها لمعتصم وقالت له: عن إذنك يا معتصم، أنا تعبانة وعايزة أروح. ألف سلام عليك يا مروة، تعالي وأنا هوصلك. ومشيت مروة مع معتصم تحت نظرات زين اللي غيران عليها وحس بقيمتها، بس بعد فوات الأوان. وعند معتصم ومروة في العربية اتكلم وقال لها: أنا آسف قوي إذا كنت اتدخلت ورديت على زين، بس أنا ما استحملتش إن هو يكلمك بالطريقة دي، ولقيتني برد عليه وبدون تفكير، وأنا مش عارف حتى إذا كنت انتي هتسامحيه وهترجعي له تاني فعلا ولا لأ. معتصم كان بيقول لها كده وعايز يعرف ردها إيه عليه، علشان كان خايف إنها تكون من جواها بتفكر إنها تسامحه وترجع له، لكن اطمن من قلبه لما سمعها وهي بتقوله:
ما تتأسفش يا معتصم، بالعكس انت رديت عليه نفس الرد اللي كنت هقوله له. صحيح يا مروة، صحيح، ما بتفكريش ترجعي له تاني؟ ايوه طبعا يا معتصم، انا خلاص مسحته من حياتي فعلا. ده مش مجرد كلام انا بقوله بس، لا. وبعدين قولي، انت فرحان قوي ليه كده؟ بصراحة يا مروة، انا بحبك، وبحبك من زمان قوي كمان، وحاولت كتير قوي ان انا لمحلك بحبي ده، بس انتي ما كنتيش شايفة قدامك غير زين. ارجوكي، انا مش طالب غير انك تديني فرصة اقرب فيها منك، وبلاش تبعديني عنك. ولو عايزة يكون في ارتباط بينا رسمي، انا موافق ومستعد كمان اتقدم لك رسمي، بس توعديني انك تديني فرصة وتقبليني. سيبها للظروف يا معتصم، انا مش عايزة اتجرح او اجرحك. لا، اذا كان خايف علي انا فما تخافيش، انا مصفح وضد الصدمات. ضحكت مروة على كلامه، وحست ان هو صادق فعلا في مشاعره ناحيتها، وقررت داخل نفسها انها تديله فرصة. ومرت الايام، وشركة زين كانت في النازل، وسمر عرفت بده، وما قدرش ان هو يلبي كل طلباتها، وبدأت تبعد عنه وتدور على واحد اغنى منه. وفعلا، وبسرعة البرق كانت شابطة في ايد واحد تاني، واتجوزته بسرعة. وبعد فترة من جوازهم ابتدت بان أطباعه السيئة، ولو سمر اعترضت على تصرفاته دي كان بيصبحها بعلقة ويمسيها بعلقة، وده أقل حاجة تحصل لها. وعند مروة كانت قاعدة في أوضتها، ولقيت رسالة على الفون بتاعها، وكان من رقم غريب، وكان فيها: انتي مش هتكوني لغيري حتى لو ما كنتيش ليا، انتي فاهمة؟ مروة شافت الرسالة وخافت وترعبت، وقالت مع نفسها: ايه ده؟ هو ده مين ده؟ وممكن مين اللي يعمل كده؟ ومن خوفها قفلت الفون ونامت وهي مرعوبة. وتاني يوم في الشغل كان شكلها مش طبيعي، ومعتصم حس بيها واتكلم وقال لها: مالك يا مروة، في ايه؟ حسك مش تمام النهاردة، في حاجة؟ قوليلي علشان اساعدك. بصراحة كده يا معتصم، أنا جاتني رسالة امبارح ومن رقم غريب ورعبتني. وورت الرسالة المعتصم، ومعتصم قال لها: ده موضوع ما يتسكتش عليه يا مروة، ولازم نروح نبلغ. أنا أعرف واحد صاحبي بيشتغل في مباحث التليفونات، وأكيد هيساعدنا نعرف مين هو. أنا مرعوبة يا معتصم، مرعوبة لدرجة إن أنا جيت مع نسرين النهاردة علشان كنت خايفة أجي لوحدي. انتي غلطانة يا مروة، كنت بلغتيني وأنا كنت جيت أخدتك من البيت. ومن هنا ورايح اعملي حسابك إن رجلي على رجلك في كل مكان تروحيه. في اللحظة دي الخوف اللي كان جواها تلاشى تماما لما حست بالأمان من كلام معتصم. وبعد ما خلصوا شغل، معتصم أخدها لصاحبه علشان يبلغوا عن الرقم ويعرفوا مين صاحبه. وبعد ما مشيوا معتصم روحها على البيت، وبعد ما طلعت لقيت رسالة على الفون بتاعها، وكان برضو من نفس الرقم، وكان فيها: انتي غبية، غبية وما بتفهميش، انتي لازم تقطعي علاقتك بالشخص اللي كان معاكي ده حالا، وخليكي عارفة وواثقة كويس قوي ان انا مراقب كل خطواتك، ومش هسيبك يا مروة، مش هسيبك. مروة بعد ما شافت الرسالة دي خافت أكتر، واتصلت على معتصم وبلغته باللي حصل. وهو رد وقال لها: مروة، أنا بحذرك تنزلي من البيت لوحدك ولأي سبب من الأسباب، وإذا كان على الشغل أنا هوديكي واجيبك، وأي حاجة تحتاجيها قوليلي عليها بس، وأنا هجيبها لك فورا. مروة كانت بتستمد القوة من معتصم. حاجة جميلة قوي إنك تلاقي حد يحبك ويخاف عليك ويفديك حتى بروحه. والأيام مرت والرسايل كترت على مروة، لحد ما في يوم طلب منها إنها تقابله ومن غير ما تقول لحد. وما كانش يعرف إن فونها متراقب، لأن حتى لما معتصم أخدها لصاحبه علشان يبلغه
كان واخد احتياطه برضه إن يكون الشخص ده مراقبهم، واللي عمل حسابه كان صح. وراحت مروة علشان تقابل الشخص ده، وكان المكان متأمن جامد، ومروة كانت مزودة بكاميرا مراقبة علشان تسجل اللقاء صوت وصورة. ولما راحت مروة اكتشفت إن الشخص ده يبقى زين. زين هو اللي كان بيبعت لها الرسايل دي. ما هو في ناس كده للأسف بتبقى مريضة، لا تحبك ولا تحب تشوفك سعيد في حياتك، وزين ده من النوعية دي. واتقبض على زين ودخل السجن بتهمة الرسائل اللي كان بيبعتها وتخويفه ليها. ومعتصم أثبت لها بوقوفه جنبها إن هو فعلا بيحبها وبيخاف عليها. وبعد شهر بالظبط كان المأذون في بيت مروة وهو بيقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. وهي دي نهاية قصتي. ولو عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تدعموني بلايك للفيديو، وهستنى رأيكم أسفل الفيديو في كومنت. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله. دمتم دائما وأبدا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.